كثيرون يعتقدون أن الدارجة عربية وأن الناطقين بالدارجة من المشرق، لكن سيصدم الجميع عندما يكتشفون أن ذلك مجرد خرافات لا علاقة لها بالواقع، وأن الناطقين بالدارجة هم مجرد أمازيغ ضيعوا لسانهم الأصلي عبر قرون، بل وأن الدارجة أيضا صنعها الأمازيغ أنفسهم ولم تأتيهم من أي مكان. نعم، إنها الحقيقة التي تخفى عن الكثيرين، وهناك من يود ألا تعرف حتى يعيش المغاربة وحتى الشمال إفريقيين هذا التيه الهويات بلا حدود. بل هنالك من يريد أن يجعل من الدارجة حلقة الوصل المفقودة بين الشرق وبلادنا، لكن عبثا يحاولون، فالحقيقة لا يمكن إخفاؤها إلى ما لا نهاية. يربط الكثيرون الدارجة بالعربية نظرا لأن المصطلحات الموظفة فيها عربية بنسبة مهمة، إضافة إلى أخرى بالأمازيغية والفرنسية والإسبانية والإيطالية وغيرها من اللغات. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الدارجة هي مجرد محاولة فاشلة من الأمازيغ لتحدث العربية، بحيث أنهم حاولوا تركيب المصطلحات العربية في القالب الأمازيغي، معتقدين أن هذا يكفي للتحدث باللغة العربية. ولكن كلنا نعرف أن القواعد التركيبية والنحوية تختلف من لغة إلى أخرى، وهذا المزج هو الذي ولد لنا اللسان الذي نسميه اليوم بالدارجة. ولتتضح أمامكم الصورة، سأعطيكم نماذج تشرح هذا الأمر. فمثلا جملة جات معك اللبسة، جات معك اللبسة هي ترجمة حرفية للجملة الأمازيغية تشكات ديك تملسيت أو يسايك دوارود، فهي جملة صحيحة تركيبيا بالأمازيغية، لكن لا معنى لها تركيبيا في اللغة العربية، لأن كلمة جات في العربية تعني المرافقة أو القدوم، وجات هنا كتعني المواتاة، أي أنها أخذت نفس المعنى الذي تعنيه كلمة يشكاد أو يساد بالأمازيغية. ونقول مثلا أعطيني 11 البيضات، وهي ترجمة حرفية كلمة كلمة للجملة الأمازيغية فكي يانمراو تقلاي، ومستحيل أن نقول بالعربية اعطيني 11 بيضات، فهي جملة غير سليمة في العربية. وأضيف مثالا ثالثا وهو جملة الحم خضر، فهي ترجمة حرفية للجملة الأمازيغية أكسوم أو تيفي إزكزاون، ولا يمكن أن نقول بالعربية لحم أخضر، لأن هذا يدل على اللون في اللغة العربية، بينما في الدارجة والأمازيغية يؤدي وظيفة الوصف، أي لحم نيء. وآخر مثال هو طاحت عليه الدار بوالو، وهي ترجمة حرفية للجملة الأمازيغية تضرد فلاس تقمي سوالو. المشرقي لن يفهم هذه الجملة رغم أنها تعتبر عربية الشكل، لأنها تعني بالنسبة له انهارت عليه الدار، وهنا فعل طاح يعني في الدارجة والأمازيغية التكلفة وليس السقوط. والأمثلة كثيرة في هذا الباب، وكلها فيها انطباق تام بين الجمل بالدارجة والأمازيغية من حيث قواعد التركيب، وما يختلف فقط هو تغيير المصطلحات الأمازيغية وتعويضها بأخرى بالعربية من طرف القدماء. وأحيانا يتركون مصطلحات أمازيغية وسط الجمل، مثل كلمة والو التي شاهدناها في الجملة الأخيرة، وكذا الساروت ومسوغر ومزوار ومزاوغ وغيرها من الكلمات الأخرى التي نجدها إلى حدود اليوم في الدارجة. بل وفي أحيان كثيرة لم يكلف الأسلاف أنفسهم جهدا وتركوا جملا كاملة بأمازيغيتها وسط الدارجة، واكتفوا فقط بتغيير نبرة النطق لتشبه العربية، مثل ما حدث في جملة صيفط برية. فصيفط فعل أمازيغي يعني الإرسال وينطق الصفد، وبرية كلمة أمازيغية تعني الرسالة وتنطق تبرات، وهذه جملة أمازيغية كاملة ما زالت توظف في الدارجة إلى يومنا هذا. خلاصة القول أن أجدادنا
فشلوا في اختبار التحدث بالعربية ومنذ قرون، وهو ما ولد لنا الدارجة بتركيبتها الغريبة والتي تمزج بين القواعد الأمازيغية وفسيفساء الكلمات التي فيها الأمازيغي والعربي وكل اللغات الوافدة على هذا المجال. لذلك تسمى الدارجة لا غير، ولا يفهمها المشارقة لهذا السبب، وببساطة لأنها ليست عربية، ومخطئ من يعتقد ذلك. أزول، السلام عليكم.